يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. تعالوا بقى استكمالا للفيديو اللي فات. تعالوا نعمل نحضر الخلطة بتاعتنا ونقعد نلف المحشي كده والسمبوسة وعلى روقان. تمام. اول حاجة بقى هنبتدي ان انا ببشر كده بصلاية وبحط عليها البهارات بتاعة المحشي. بصلاية تكون نية غير البصلة بتاعة التسبيكة. وبعدين بنزل بالرز بتاعي اللي هو مغسول كويس واقلبه كويس جدا مع البصلة والبهارات. وبعدين هنزل بتشكيلة الخضرة بتاعتي واقلب برضو كله مع بعض كده. هنحط بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا سبكناها قبليها بيوم. تحطي شوية شوية وتقلبي لغاية ما تشوفي اللون اللي انتي بتحبيه. وطبعا المحشي معروف كل ما زودتي فيه الصلصة كده ولون الخلطة بقى احمر كده بيبقى ريحة وطعم ولون بيبقى خطير يفتح النفس. تمام. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي كده. تمام. شايفة كده لونها زي الفل. ابتدي اعمل بقى خلطة كده جبارة للفراخ. في الكبة عندي بصل وطماطم وثوم وفلفل حامي او بارد. وعندي كمان جزر. تمام. كل كده ده ضربته في الكبة. يبقى بصل وطماطم وثوم وجزر وفلفل حامي. تمام. هنحط بقى البهارات. عندي ملح وفلفل بصل باودر توم باودر بهارات فراخ كمان. جربوا يا جماعة الخلطة دي هتعجبكم جدا. شوية كده من دبس الرمان. هنجيب ليمون كمان. تمام كده. وهجيب شوية كده من العسل برضو. الخلطة دي جبارة قد ايه ريحتها كانت تحفة وهي في الفرن كده ريحة مفحفحة تحفة. تمام. شوية بقى من زيت الزيتون او الزيت العادي المتوفر عندك حطيه. قلبي بقى كل المكونات دي كده مع البهارات. عندك بقى وقت ان انتي تتبلي بيها الفرخة تمام. ما عندكيش وقت كده زيي خلاص مفيش مشكلة. انا حطيتها على طول في الفرن. بس جبت بقى دلكتها كويس بقى من تحت الجلد. يعني تبلت اللحم كده بتاع الفراخ كويس ومن جوه الفرخة نفسها. قلبتها كويس قوي في التتبيلة. ممكن تعمليها كده وتسيبيها بقى شوية او تحطيها في الفرن عادي مفيش مشكلة على طول. ايوه كده. تمام. ادعكي التتبيله كويس قوي كده بالفراخ كده. دخلي التتبيله كده جوه الفرخه وفي الجلد ومن فوق وفي كل حته. الليمون بقى اللي انا عصرته ده خدنا العصير بتاعه وحطيت القشر بتاع الليمون جوه الفرخه. وبعدين جبت ورقه من الزبده بليتها كده بالميه خلاص وعصرتها وغطيت بيها الفراخ عشان جلد الفراخ ما يلزقش في ورقه الزبده. وحطيت عليها ورق فويل وحطيتها في الفرن مع نفسها بقى لغايه ما اقعد كده واحشي المحشي بتاعي. وتمام. عندي بقى هنا خلطه كده بحطها على وش المحشي. بتكون عباره عن طماطم مكعبات فلفل حامي توم. طبعا مش عايزه فلفل حامي ممكن تحطي بارد عادي خلاص. وتوم وتحطي كزبره وكمون خلاص. وشويه من الملح. طبعا انا حشيت كمان كوسه وفلفل وطماطم. هنبتدي بقى نحط الشوربه كده على الورق العنب. الميه توصل للسطر اللي قبل الاخير على نار عاليه لمده 10 دقايق وبعدين بوطيه واسيبه بقى يستوي مع نفسه. احط شويه كده من دبس الرمان على الوش. بحبه كده ورق العنب يكون مزز كده طعمه بيبقى حلو. تمام. هناخد شويه من الخلطه دي وهنحطها على الوش. تمام كده زي الفل. خلاص.
هنغطيه بقى ونسيبه ايه لمدة 10 دقايق زي ما قلت لكم على نار عالية، وبعد كده هوطيه واسيبه يستوي. عندي الفرخة طبعا استوت، وشلت كده ورق الزبدة من عليها والفويل. هبتدي ان انا ايه عايزة احمر الوش بقى. هحمره ازاي؟ هجيب شوية من الشوربة اللي نزلت من الفراخ او السائل اللي نزل من الفراخ، على معجون طماطم وفلفل اسود وشوية من الكركم، واقلب بقى وانزل بالخليط ده على ايه الفراخ بتاعتي. هتحمر كده، وحطوا سمنة، انتوا تحطوا سمنة كده ولا، عشان السمنة تديها طعم حلو ولون كده بتخليه يلمع. خلاص خلصنا الغدا بتاعنا زي الفل. تعالوا نعمل حاجة حلوة بقى. هعمل كيكة بالشوكولاتة حلوة قوي هتعجبكم. عندي بيضتين وكوباية وربع من السكر. هنضرب الخليط ده كويس قوي لغاية ما يضرب معايا كده. عندي كوبايتين من الدقيق و3/4 كوباية من الكاكاو، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي الكربونات. تمام، مفيش كربونات وانا حطيت معلقتين من البيكنج باودر. تمام، عندي كوباية من الزيت. خلاص، كوباية من الزيت كده على الخليط. وعندي كوباية من اللبن اللي هو لبن الرايب او الزبادي. خلاص، يبقى كوباية من الزيت وكوباية من اللبن الرايب او كوباية من الزبادي، يا ده يا ده المتوفر عندك. خلاص، طبعا ما تنسيش رشة الملح على الدقيق. وحطيت نص كوباية مية مغلية، دوبت فيها ربع معلقة قهوة او نص معلقة قهوة صغيرة، اختياري. مش عايزة قهوة خلاص بلاش، حطي مية سخنة بس نص كوباية على الخليط بتاع الكيك. وبعدين هصبها في القالب بتاعنا. هنا كمان هنعمل خليط من السائل كده هنسقي بيه الكيكة بتاعتنا، عبارة عن نص كوباية من الزيت، كوباية من اللبن اللي هو الحليب، و4 معالق كبار من الكاكاو. هننزل بالسائل ده. انتي حابة تكتفي بكده تمام، مش حابة ممكن تعملي جناش كمان من على الوش، بتدوبي شوكولاتة مع زبدة او كريمة وتحطيها على الوش، بتبقى تحفة. يلا يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.